عجائب. اسمعوا يا أحباب، هذه امرأة تعيش في نكد وهم وغم وصراع مع زوجها وعيالها، حياتها كلها مشاكل، ضيق في البيت، مشاكل، هم، غم. فجاءتها جارتها في يوم من الأيام وقالت لها: لما لا تقرأين سورة البقرة؟ وذكرت لها ما فيها من البركات والخيرات والأنوار. تقول هذه المرأة: فواظبت على قراءة سورة البقرة. تقول: فوالله الذي لا إله إلا هو رأيت في المنام امرأة قبيحة ومعها أطفال على صورتها. فقالت، أي تلك المرأة القبيحة، قالت: نحن من سكان الأرض، نحن من أهل الأرض، أتينا لنخرجكم من هذا البيت ولكن أخرجتمونا بسورة البقرة. نحن من أهل الأرض، جئنا لنخرجكم من هذا البيت، شياطين جن، ولكن أخرجتمونا بسورة البقرة. وصدق حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ينفر، يفر، يهرب، لا يدخله. وهذه فتاة بلغت من العمر 40 سنة ولم تتزوج، وكانت تجد نفورا شديدا من الرجال، نفور شديد. في يوم من الأيام سمعت مقطعا يتحدث عن فضل سورة البقرة، فقالت: سألتزم بها. فواظبت على قراءتها ليلا نهارا. تقول: والله العظيم في يوم من الأيام وأنا أقرأ بسورة البقرة وإذا بصوت عظيم يصدر بفناء المنزل، يعني بأرض الدار، وكأن شيئا عظيما سقط على الأرض. فخرجت مسرعة وإذا بالشجرة التي عندنا في الدار سقطت على الأرض وخرج سحر من تحتها، سحر مدفون تحت الشجرة. 40 سنة. قالت: وأنا الآن بفضل الله متزوجة وعندي أولاد وأنعم بحياة طيبة وسكينة. سبحان الله، سبحان الله. وامرأة أيضا تشتكي من ضيق في بيتها ومشاكل وكذا. لما داومت على سورة البقرة سبحان الله قالت: وكأن الأنوار بدأت تتفجر عندنا في البيت، سكينة، حتى زوجي هدأ، أولادي هدأوا، بركات عجيبة. سبحان الله. وهذا رجل يقول: كنت يعني أملك عدة شركات، عددا من الشركات، وكنت صاحب مال كثير، ففجأة تغير الحال وأصبت بانتكاسات عظيمة كبيرة، ويعني صار علي ديون كثيرة، حتى سمعت يوما من الأيام مقطعا أيضا يتحدث عن سورة البقرة. قال: فالتزمت بها حتى حفظتها من كثرة تكرارها وأصبحت جزءا مني. يقول: والله ما هي إلا سنوات حتى تبدل الحال وعادت أموالي وشركاتي وقضيت ديوني. والله قصص واقعية، ماذا أحدثكم، قصص كثيرة وعجيبة. في ناس شفوا من أمراض، في ناس سبحان الله حلت لهم عقد وكربات، في ناس تغلبوا على الوسواس، في كثير من الناس يعانون من مرض الوسواس، تغلبوا على هذا المرض بسورة البقرة.